الاستغفار له صيغ كثيرة. يقول سيدنا علي بن أبي طالب، يعني كلما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يروون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أستحلفهم، يعني كان بيقول لهم احلفوا بالله إن الحديث ده صحيح. فإلا سيدنا أبو بكر لأنه كان يعلم أنه الصديق أبو بكر. فيقول هنا سيدنا علي بن أبي طالب أن سيدنا أبو بكر قال له صيغة الاستغفار: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فهذه الصيغة هي أفضل صيغ الاستغفار على الإطلاق، فإنها تنجي صاحب الذنب وصاحب المعصية حتى ولو ولى يوم الزحف. والتولي يوم الزحف من الكبائر كالسحر والشرك بالله و فهذه الصيغة هي صيغة الاستغفار. كلما اقترفت ذنبا أو ارتكبت ذنبا أسرعت وتوضأت ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى واستغفرت الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. يقول رب العزة جل وعلا: كل الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، هل الذنوب ليها يعني على ماذا نستغفر؟ نحدد ازاي؟ نحدد ازاي؟ اولا صاحب المعاصي الذي دائما يرتكب المعاصي تجده فيه ضيق، وتجده مشاكله كثيرة جدا، وكروبه كثيرة جدا، وصدره ضيق جدا، وقلبه حرج جدا. ليه؟ لأن كثرة المعاصي